استقبلنا الحاج إبراهيم الحارس الشخصي لشمهروش وحاجب المحكمة العليا للجن، ودخلنا إلى بلاط شمهروش. قصة شمهروش أنه هو ليس بإنس وهو بجن، وهذا مقام لا أقل ولا أكثر. السلام عليكم أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. طولت الغيبة على يوتيوب، ولكن لظروف خاصة فما كانش عندي الوقت باش نوجد فيديوهات اليوتيوب. ما علينا، الفيديو ديال اليوم فيديو واعر وبغيتكم تركزوا معايا وتفرجوا فيه حتى الاخر. يلا نبداو. شمهروش، هاد السميه لاي واحد كيسمعها في الوطن العربي كيمشي بالو نيشان مع الجريمه الخطيره اللي وقعات في اواخر 2018 ديال مقتل السائحه الدنماركيه والنرويجيه. هاد الحادثه كانت من بين الاسباب اللي خلات شمهروش تجاوز الشهره ديالو حدود مراكش ويعرفوها الوطن العربي كامل، وعلاش لا ممكن نقولوا حتى الدول الغربيه، وهادشي كامل بلا ما يعرفوا شكون هو هاد شمهروش، واش شخصيه تاريخيه ولا مدينه ولا قريه ولا ضريح. هاد الاسئله كامله غنجاوبوا عليها في الفيديو ديال اليوم. شمهروش ولا سيدي شمهروش كما كيسميوه الناس ديال مراكش، هو ملك ولا قاضي ديال الجن ورئيسهم فوق الارض. وهاد سيدي شمهروش عنده واحد اليوم اللي مقدس اللي هو نهار الخميس. علاش؟ حيت كيف ما كيقولوا في ديك المنطقه انه في هذا النهار كيترأس شمهروش جلسات قضاة الجن في محكمه الجن. بلاتي باقي ما فهمتو والو، خلينا بعدا نعرفوا فين جا هاد الضريح والقصه الاصل ديال هاد شمهروش. ضريح شمهروش كاين حدا واحد القريه اللي سميتها إمليل، واللي كتبعد على مدينه مراكش تقريبا ب 60 كيلومتر. هاد القريه كتعتبر اخر نقطه ممكن توصل لها شي طوموبيل ولا شي وسيله نقل، حيت من بعد اللي بغى يمشي لشمهروش خاصو يتمشى على رجليه تقريبا ساعتين ديال الطريق. دابا عرفنا فين كاين هاد شمهروش، خلينا دابا نعرفوا القصه الاصل ديال هاد الكلمه. الا قلبنا مزيان على التاريخ ديال هاد الشخصيه غنلقاو بزاف القصص والاساطير اللي خرجوا عليها، ولكن كاينه واحد القصه مشهوره اكثر وبقات متوارثه مع الناس ديال المنطقه، واللي كتقول باللي واحد الرب ديال الاسره اللي سميتو بالعيد كان عايش هو والزوجه ديالو ووليداتو في واحد المنطقه في جبال اطلس الكبير. واحد النهاريات جا عندهم واحد الراجل طالب ضيف الله. هذا الراجل على حسب الاسطوره كان هو ملك الجن شمهروش، واللي كان منكر في صفه ديال بنادم. بالعيد وعائلته ضايفوه وتهلاو فيه مزيان لمده اسبوع كامل وبلا ما يعرفوه شكون هو. وفي هذا الاسبوع كان شمهروش كل ليله كيركب على العود ديال بالعيد وكيمشي يحضر المحكمه العليا ديال الجن، وهذه البلاصه فين كيتواجد ضريح شمهروش حاليا. وعلى حسب الاسطوره ديما بالعيد كان كل صباح كيلاحظ بلي العود ديالو عيان وكله كيعرق وما عرفش علاش. فهنا قرر بالعيد يتخبى حدا العود الليله كامله ويعس عليه باش يعرف علاش كيحرق وعلاش كيصبح عيان. بالعيد ما كانش عارف باللي هاد الليله غيشوف وغيسمع شي حوايج عمر ما شافهم ولا سمعهم في حياته. منين وصل الليل بالعيد بان ليه الراجل اللي مضايفه خارج من الدار ديالو وركب على العود ديالو وبدا كيسمع شي اصوات جايه من بعيد كدوي مع داك الراجل وكتقول ليه يا سيدي شمهروش حنا كنتسناوك في المحكمه العليا. فهنا بالعيد تخلع وعرف باللي داك الراجل اللي مضايفه ماشي من الانس ولكن من الجن، خصوصا ملي كان كيتفكر ملي كان كيعطي الماكله فيها الملح ما كانش كياكلها حيت الجن ما كياكلوش الملح. والغد ليه في الصباح بالعيد حاول يدير راسو ما في خبارو والو وعطى الفطور داك الراجل وكثر فيها الملحه وبزز عليه باش ياكلها. هنا داك الراجل غيتسيف وغيبان في صفته الحقيقيه اللي هي الجن، وكان لابس الحوايج ديال السلاطين ولابس واحد التاج اللي كبير بزاف وكله ذهب. هنا بالعيد غيتصدم بداكشي اللي شاف. وشمهروش غيقول ليه الا بغيتي تبقى في الامان عيط على جوج ديال الناس من قبيلتك وجوج ديال الناس من قبيله اخرى حدا قبيله ديالك. فهنا بالعيد ديك الساعه مشى عيط على الرجال، ومنين وصلوا قال لهم شمهروش راني عارض عليكم هاد الليله في المحكمه ديال الجن، وقدم لهم راسو باللي هو ملك الجن وباللي كل خميس هاد المجلس كيحضروا ليه الجنون كاملين وحتى ابليس. وكيف ديما وعلى حسب الاسطوره شمهروش غيأمر بالعيد ودوك الناس اللي معاه باش يجيبوا ليه الاضحيات ويذبحوها ليه ويهديوها ليه. وفعلا بالعيد والناس اللي معاه مشاو جابوا الاضحيات من القبيل
اللي ساكنين فيهم. وشمهروش امرهم باش يذبحوها في واحد البلاصه بعيده على القبيله، في واحد البلاصه عاليه وخارج القبيله، وهذه البلاصه هي فين كاين حاليا ضريح شمهروش. هاد الاسطوره للاسف تحولات الحقيقه في هاد السنوات الاخيره، حيت هاد الضريح ولا مصدر كيزوروه بزاف ديال الناس اللي كيامنوا بعالم ديال الجن والسحر والشعوذه، والناس اللي كيتهيأ لهم انهم مسكونين كيديروا طقوس لي غراب وكيهديو ذبايح لشمهروش. هاد الاسطوره ما كاينش شي دليل ولا شي اثبات كيدل عليها باللي صحيحه، وماشي بعيد يكون هاد بالعيد هو اللي فتح هاد القصه باش يجيب الاضحيات ويدبر على الصرف. وبهكذا غنكون ساليت الفيديو ديال اليوم. الا عجبتكم هاد القصه كنتمنى تدعموني بلايك سبسكرايب وتبارطاجيو الفيديو مع صحابكم، ونتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله.